كوبايتين من الحمص يكون مسلوق ومستوي، هنصفيهم من مية السلق وهناخدهم ونحطهم في الكبة، وعليهم بيضتين بحرارة الغرفة. هنضربهم مع بعض كويس جدا لغاية لما نحصل على خليط ناعم مفيش فيه أي قطع. بعد كده هنجيب بصلة متوسطة، هنقطعها لمكعبات وهنحطها في الكبة. وبعدين هنجيب شوية من أوراق البقدونس أو الكزبرة أو مزيج بين البقدونس والكزبرة، وهنحطهم مع البصل وهنضربهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هنضيف الخليط ده على البيض مع الحمص اللي احنا عملناهم في الأول، وعليهم بطاطساية واحدة متوسطة في الحجم تقريبا ربع كيلو مسلوقة ومهروسة ناعم جدا، وعليهم ملح مع فلفل أسود كمون وكزبرة وبابريكا. هنضيف البهارات كلها، وبعدين هنضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقتين كبار من بقسماط، ومعلقتين كبار من الدقيق. هنخلط المكونات مع بعض كويس جدا ونعجنهم بالإيد لغاية لما نحصل على عجينة طرية ممكن إن احنا نشكلها. هنغطي بقى الطبق ده وهنحطه في التلاجة لمدة ربع ساعة أو في الفريزر لمدة 5 دقايق بس عشان العجينة تتماسك مع بعضها. بعد مرور الوقت هناخد بقى العجينة دي وهنبتدي نشكلها. هناخد معلقة كبيرة من العجينة وهنشكلها على شكل كرات، وممكن عايزين تعملوها على شكل كفتة ممكن. بعد كده هنعمل الكرة دي هنحطها في بقسماط ناعم. انا حطيت هنا البقسماط في كيس، بتسهل جدا انها تتغطى كويس بيه، وكمان بتنجز، يعني بنعمل عدد كبير في وقت قليل. كده هناخد بقى الكرة دي وهنغطيها كويس بالبقسماط وهنحطها على صينية الفرن تكون مدهونة بالزيت أو متبطنة بورق الزبدة أو ورق الخبز. بعد ما هنخلص الكمية كلها ممكن بقى في المرحلة دي نحطها على طبق وندخلها الفريزر نجمدها، وبعد كده نحطها في أكياس ونطلعها على التسوية على طول. وممكن إن احنا نسويها على طول زي ما هنعمل كده. التسوية بقى يا إما هنسويها في الفرن أو ممكن نقليها في الزيت. طبعا طريقة الزيت خلاص إحنا هنقليها في زيت غزير لغاية لما تستوي أو تتحمر، وبعدين هنطلعها على مناديل المطبخ، وممكن نحطها برضو في القلاية الهوائية، وممكن إن إحنا بقى نغطيها بطبقة كده من الزيت وندخلها الفرن زي ما هنعمل النهاردة. هنغطيها بطبقة كويسة كده من الزيت وهندخلها فرن سخن على حرارة 180 درجة، الرف اللي في النص الحرارة من فوق ومن تحت، لغاية لما تتحمر كده وتستوي، وهتاخد تقريبا في حدود نص ساعة. بعد كده هتطلع بقى من الفرن هنقدمها وهي سخنة في منتهى الجمال، بتبقى مقرمشة من بره وطرية ولذيذة جدا من جوه. طريقة حلوة جدا ان احنا نستعمل بيها الحمص المسلوق، وصفة مغذية جدا عالية في البروتين ومشبعة، وكمان مكوناتها بسيطة جدا وسهلة ومبتاخدش أي وقت. إن شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، وأقول لكم بقى مع السلامة، وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.